مرحبا حبايبي. اليوم راح اسوي لكم حلقات البوتيتا او البطاطا بطريقة بسيطة وحلوة وراح يحبوها اطفالكم. وبالفيديو اكو يعني معلومة حلوة راح تفيدكم بهاي الوصفة. اتمنى تتابعون الفيديو وياي حتى تشوفون الطريقة، طريقة التحضير وشنو هاي المعلومة، واتمنى تطبقوها وتعجبكم. نبدي هسه بالمقادير. عندي هنا نص كيلو بتيتا قطعتهن هيك قطع، وعندي هنا تقريبا ربع كوب طحين وربع كوب نشا، وعندي هنا سنين ثوم هرستهم كلش ناعم، عندي هنا نص قاشوقة كوب بابريكا ونص قاشوقة كوب بصل باودر، والملح حسب الرغبة، وعندي نص كوب مي، بس هنا اني ما مبين عندي بالفيديو. هسه بجدرية على النار خليت مي، أول ما يبدي يفور أخلي البوتيتا تقريبا 10 دقايق وأتفحصها، إذا استوت أطلعها. استوت عندي البوتيتا، هسه أبدي أهرس فيها بالمهراسة وهي حارة، يعني حاولوا إذا طلعتوها من النار حاولوا تهرسونها وهي حارة. هنا بجدرية خليت تقريبا خاشوقتين زيت، وأبدي أخلي الثوم وأحمس بيه، ما أخليه يحترق، يعني ثواني، وأخلي نص كوب المي، وأخلي المي يفور. بس بدأ يفور عندي المي أضيف الطحين وأبدأ أقلب، يعني أطفي الطباخ وأبدأ أقلب بيه. كملت عندي هسه العجينة وصارت بهالشكل هاي ناعمة وما بها أي تكتلات. هسه أبدي أجيب البوتيتا وأضيف عليها المواد. أخلي هسه العجين اللي سويناه، وخلي التوابل اللي هي البابريكا والبصل المطحون والملح، الملح يكون حسب الرغبة، ونخلي كوب عفوا ربع كوب نشا، ونبدي نعجن. هاي كملت العجن وصارت عندنا العجينة بهالشكل هذا. هسه نجي لمرحلة التشكيل. إذا عندكم من هاي الأكياس اللي استعمال الواحد، أو الكيس الحلواني اللي يسوون بيه الدافع، عادي اثنين هني رهمن. هسه نجي للمعلومة. حبايبي، هاي العجينة ترهم للكبة البوتيتا، يعني نفس المقادير نفس الطريقة بالضبط تقدرون تستخدموها لكبة البوتيتا، ما عدا شغلة الثوم اللي يريد يخليه واللي يريد يستغني عنه، هاي بقت بكيفكم. هسه نجي للتشكيل. هاي هسه أنا سويت أول شكل، هاي دا تلاحظون هيجي شكله يعني بسيط، ما يراد له شي. الطريقة الثانية، إذا ما كانت متوفرة عندكم الأكياس، نفردها على أي يعني كيس نايلون، وبأي قلاص عندكم بأي حجم اللي تردوه، هاي القطعة اللي بالوسط القبق مال البطل، ونبدي إن نقطع بيها. تطلع عندكم بهالشكل هذا، يعني نفس ذيك بالضبط تماما. هاي كملت كل الكمية، ويعني سويت على شكل طبقات، بين طبقة وطبقة خليت تشيز، وتقدرون تحتفظون بها بالفريز أو تقدرون تقلوها بنفس اليوم. هسه بزيت غزير وحامي وعلى نار متوسطة بديت أقلل الحلقات، وأنا هاي الحلقات مجمدتها، يعني قبل يوم ما مسويتها، حتى بين لكم إنه إذا جمدت ما عليها شيء ما تنفتح. بس من تقلوها لا تقلبوها رأسا، يعني بس تشوفون الوجه الجوا يعني بدأ يستوي يلا تقلبوها، لأن إذا قلبتوها وهي بعد ما مستوية راح تنفتح عندكم.